الاجتماعية تويتر في تاريخ 14 أغسطس كتبت قائلا: ماذا يتوقع ممن حارب العراق ووقف مع إيران، وخلال فترة حكمه خسر العراق 70% من أراضيه لحلفائه الدواعش؟ صدقت العرب رمتني بدائها وانسلت. من هو الذي رمى هذا الداء ثم انسل هاربا؟ من تقصد تحديدا؟ أقصد بالتأكيد نور المالكي. نور المالكي هو الأداة الرئيسية في هدم العراق حاليا، وهو من يقف خلف تدمير الشعب العراقي، وهو من يبث سموم إيران في العراق داخل العراق هو وأدواته، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. ابحث أنت في التاريخ العراقي من تولى هذا الشخص مسؤولية العراق. دمر الشيعة، دمر السنة، حارب الأكراد، وللأسف بين يوم وليلة وجدنا عربات بسيطة تهاجم العراق وتحتل 70% من أراضيه في مواجهة آلة عسكرية وقوة عسكرية تابعة للجيش العراقي. هناك أكثر من علامة استفهام حول الانسحاب الذي تم وبأمر من تم، ومن مكن الدواعش من محاربتنا نحن في المملكة العربية السعودية ومحاربة الدول العربية. من مكنهم إنشاء دولتهم المشؤومة المنكوبة على أرض العراق وأرض سوريا؟ من ساعد هذا التكوين؟ هل ساعدته دول؟ لن يساعده إلا الدولة التي تحتضن هذا الشر الموجود على أراضيها. ونحن نعلم ونشاهد مدى الإمكانيات التي حصلوا عليها من هذه الانسحابات، سواء من أسلحة أو أموال أو ما شابه ذلك. فلذلك للأسف أنه من يحارب العراق هم بعض الأدوات السياسية السيئة التي تصنع هذا الفارق في العراق للأسف، وتفرق الأبناء الطائفة الواحدة. هم حاربوا الشيعة بالشيعة، حاربوا السنة بالسنة، ويحاربون الأكراد بالأكراد، وهذا هو الواقع الآن. نحن لا نتكلم من فراغ. أي إنسان، أي قارئ باستطاعة أن يشاهد المشهد يستطيع أن يميز ويفهم المشهد بكل سهولة. لا يستطيع أن تكون صاحب خبرة سياسية عميقة في ذلك، لا بالعكس. حتى الآن من يحارب الحكومة العراقية؟ من يحارب التقارب العربي بين العراق والدول العربية؟ هناك دولة عميقة في العراق وهي دولة نور المالكي، وهي من تحارب أي تقارب عربي، ولديها أدواتها للأسف. ولكن احنا دائما أمنا في الله، ثم أمنا في الشرفاء من السياسيين العراقيين، من الشرفاء من أبناء الطوائف المختلفة، شيعة، كرد، سنة. آسف، الكرد هم غالبيتهم سنة، لكن أتحدث عن العرقيات الأخرى من المسيحية واليزيدية والصابئة والجميع. احنا أمنا بالشرفاء، وهم يعون هذا حجم هذه المشاكل، ويعون من هو صاحب هذا الإجرام، ومن هو صاحب مشروع تفريق المسلمين بين السني وشيعي، ومحاولة تغيير بناء الأحقاد بينهم للأسف. وأنا كشخص ذهبت وقابلت الجميع، قابلتهم على وسائل، وقابلتهم بعضهم بإعلام وبعضهم من غير إعلام، ولي تواصل كبير معهم، خاصة إخواننا من الشيعة العرب. التقيت بمرجعيات؟ نعم التقيت بمرجعيات، ومن ضمنها المرجع السيد حسين الصدر في الكاظمية، وقام لي حفل غداء وتشرفت بالجلوس معه، وتشرفت بأني أسمع منه كل كلام عقلاني وكل كلام وسطي، وهو ليس وحيد. صدقني، هو ليس الوحيد في العراق من يتحدث. الشعب العراقي بمجمله يتحدث عن ذلك، ولكن للأسف هناك أيادي قتل وأيادي دمار وأيادي عذاب لهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال إظهارها. لكن في الجلسات الخاصة، في المقابلات الخاصة، نسمع منهم أشياء نشمئز منها، وضغوط للأسف تمارس عليهم لمحاولة انحرافهم أو حرفهم عن تقاربهم العربي. ولكن أنا واثق جدا 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 بأن الشعب العراقي هو شعب عربي بالكامل، ولديه من العروبة ما تغني العرب كاملين. بالعكس، لا السنة ولا شيعة، وأيضا الأكراد متقاربين معنا وعلى علاقات جيدة معنا، ومحبين جيد كلهم للمملكة العربية السعودية. فلذلك لا خوف مهما حاولوا، هي مسألة
وقت والأمور تعود إلى مجاريها. وأنا سبق أني علقت أنه الأمور ليست صعبة في العراق لسبب واحد، أن العراقيين هم عرب ولن ينجرفوا لأي تيار آخر وهم مسلمين. مهما استطعت أو مهما حاولوا صنع الاشتقاق والنفاق داخل العراق داخل المكونات لن يستطيعوا.